شايفة الجمال، شايفة سندوتشات الشاورما التحفة، شاورما الفراخ. عايزة بقى تعرفي ازاي عملناها؟ يلا بينا على الفيديو ونعرف ازاي عملناها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبنا، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم. حبي نفسك واهتمي بيها. طبعا الشاورما دلوقتي بقت غالية جدا، الساندوتش بيبقى قد كده وبمبلغ وقدره، يعني معدي يعني. فطبعا الولاد اكيد بيبقى نفسهم فيه، فاحنا هنعمل اسرع طريقة لعمل شاورما الفراخ. بنجيب الاول كده، نسمي بالرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. بنجيب الشاورما كده متقطعه بالشكل دوت، او بنخلي الراجل يقطعها. ممكن يكون الراجل عنده بقطع البانيه متقطعه شاورما زي ما انت شايفه كده. هنعوز ايه بقى في التتبيله بتاعتنا؟ بوله، وهننزل فيها قطع الفراخ، وهنعوز بقى ايه بقى للتتبيله بتاعتنا. يلا عدي معايا. عايزين بابريكا، وعايزين حبهان مطحون، عايزين معلقه من السكر، معلقه من الثوم البودر، بصل بودر، جنزبيل بودره، ملح وفلفل اسود. ننزل كل الكلام ده كله، هننزل بكل الكلام ده كله بسم الله. وربع كوبايه من الخل. هنقلب الكلام ده كله كده، وتحطيها تتنقع عندك في التلاجة لمدة ساعتين. ده اقل حاجة ساعتين. لو انت عايزة وقت اطول مفيش اي مشكلة، كل ما تبقى وقت اطول كل ما التتبيلة تطرى وتاخد من البهارات اللي احنا حطيناها. زي ما انتوا شايفين كده الحاجات اللي احنا هنبدأ نستعملها. عندنا بقدونس مفروم، بصل جوانح، وطماطم شايلين منها البذر وسايبين بس اللحم، وفلفل الوان متقطع بشرايح زي ما انتوا شايفين كده. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. في طاسة سخنة على النار فيها زيت، هنبدأ ننزل الشاورما بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، ومش هنقلبها خالص. انا يا دوبك بس كده بسويها علشان املى بيها الطاسة، مش هنبدأ نقلبها الا لما تاخد لون من تحت زي ما انت شايفة كده. بنبدأ بس نسويها، واحنا طبعا صفيناها من المية اللي كانت فيها. زي ما انت شايفة كده بدأت تاخد لون، هنبدأ نقلبها. ما قلبناهاش خالص اول ما حطيناها، لسه اول مرة نقلبها لما خدت لون من تحت. هنبدأ بقى ننزل بالخضار. اول حاجة نبدأ ننزل بالبصل، نقلب. كده نزلنا الطماطم وقلبنا. هننزل برضو بالفلفل الالوان وهنبدأ نقلب. انا مش عايزة الحاجات دي كلها تدبل، يا دوبك بس كده تقليبتين وهنطفي عليها عشان نحس بطعم الخضار في الشاورما. زي ما انت شايفة كده بنقلب. طبعا الشكل بيتكلم عن نفسه. شايفين الجمال، الالوان والريحة بقى ما اقولكيش، تحفة تحفة. ليه بقى نجيب السندوتش بره غالي ومش نظيف ونعرض ولادنا للتلوث؟ طب ما احنا عملناه اهو في البيت، وحاجات موجودة كلها في البيت، وحاجات صحية جدا جدا. طبعا الولاد عامة بتحب التغيير،
مش زينا يعني. فعشان كده يعني ممكن نجدده لهم من كل فترة والتانية، نعمل لهم وجبة زي ديت، او الاكل اللي هو عامة من بتاع المحلات. انا عاملة في القناة الكريب والبيتزا، فممكن الحاجات دي كلها نعملها لولاد. وزي ما انتوا شايفين كده الشاورما الفراخ تحفة تحفة يعني. اعمليها للولاد هتعجبهم جدا جدا، وبالهنا والشفا. شايفة حاجة كده تحفة، وما كلفتناش اي حاجة، الحاجات كلها موجودة عندنا في البيت، وبالهنا والشفا. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.